في إحدى المقابلات على قناة إيتي بالعربي مع أنس وأصالة بيسأل المذيع إذا في زيارة رسمية عملوها مع أسامة بدبي، وإذا أخذوا معهم ورد وهدية أو لا. فبتوقع أصالة بزلة لسان وبتقول له رح تعرف هالشي بشهر الأول، وبعدها بتقول اسألوا أسامة أحسن شي. أما أنس نفى بشكل شخصي بأنه ما رح لأي مكان مع أسامة. اتطرق المذيع لهالسؤال بسبب إشاعة بتقول في علاقة بتجمع بين أسامة مروة وشيرين بيوتي، وكان حابب يعرف أكثر عن صحة هالخبرية، وخصوصا بعد ظهورهم بعدة فيديوهات مشتركة وتحليل المتابعين لتصرفاتهم على السوشيال ميديا. شو قصدك عم تعطينا هنتات انه أسامة مرتبط؟ خلص كله بيعرف، خلص اوكي. والشكوك زادت بعد مقابلة لأم شيرين مع ابنها شيرو بعد ما سألها إذا في خطوبة هالسنة بالعائلة أو لا، لتأكد ام شيرين وبتقول له نعم في. أسامة مروة تحديدا، ليه معظم الناس بعتوا لي هيدا الشيء؟ ليه هو برأيك؟ نحن قراب، حتى هو كمان قراب على عائلتنا، قريب على عائلتنا. تلبقوا؟ وانتو كيف بتحللوا علاقة أسامة مروة وشيرين بيوتي؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا نهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.